السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ايزي كوزينه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم جبت لكم وصفه شرقيه بامتياز اللي هي كنافه بالكريمه او القشطه. كتجي رائعه شكلا ومذاقا. تبعوا معايا المراحل باش تنجح معكم الوصفه. اول خطوه غنديروا هي اننا غنحضروا الكريمه اللي كنحتاجوا فيها كأس من الحليب وكأس من الكريمة السائلة. أنا استعملت بدون سكر. بالنسبة للقياس ديال الكأس 200 مليلتر. كنحتاجوا أيضا 4 المعالق كبار من السكر سنيدة، 2 ساشي فاني و3 المعالق كبار من النشا. غنحرك هاد العناصر جيدا بالخلاط اليدوي وغنوضع الكسرونه ديالي على النار اللي تكون معتدله وغنستمر في التحريك حتى كتعقد ليا الكريمه ديالي. من بعد ما طابت الكريمه وعقدات كما كتشوفوا معايا كيكون القوام ديالها ثقيل، غنحيدوها من فوق النار وغادي نضيف 2 معالق كبار من الجبلي وعلبه من الجبن كريمي. غنستمر في التحريك وغندخل هاد العناصر جيدا في الكريمه وغادي نخليها جانبا تبرد. غندوزو المرحله الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها نص كيلو ديال الكنافه اللي حاولت انني نفكك الشعيرات ديالها. غادي نضيف 2 معالق كبار من السكر كلاصي وغنضيف كذلك زبده حيوانيه اللي ذوبتها وطيبتها مزيان حتى مشى منها الحليب ديالها. يمكن لكم تستعملوا ايضا بيغ نوازيت، يعني تخليوها حتى كطيب مزيان. هنا خديت واحد المقص وقطعت الشعيرات لقطع صغيره باش كتدخل لك الزبده جيدا. كنحاول نخدمها وكنحاول ندخل الزبده في الكنافه ديالي. من بعد غادي ناخذ واحد المول ديال لي طاغط بحال هذا، يمكن لكم تستعملوا اي مول متوفر عندكم. غندهنو بالزبده مذوبه مزيان كما كتشوف معايا من الجوانب. من بعد غادي نحاول نوزع الكنافه ديالي في الجوانب. انا كنوزع وكنضغط في نفس الوقت، يعني كنلبسوا القالب كامل من الجوانب ومن الاسفل. انا غادي نساعن هنايا بكاس باش نحاول نضغط به مزيان. من بعد ما لبست القالب ديالي بالعجينه ديال الكنافه غادي نجيب الكريمه اللي وجدت من قبل، غادي نحاول نوزعها في الوسط كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نحاول نزل دوك الجوانب ديال الكنافه وغادي نحاول نضغط كذلك وغادي نرش الكميه المتبقيه من العجينه في الوسط وكنحاولوا نضغطوا باش كتشد لينا مزيان العجينه من فوق الكريمه. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال الكنافه ضفت ليها القليل من الزبده مذوبه باش كتشد لينا مزيان في الطياب. من بعد ما ساليت غادي نديروها في الفرن اللي مسخن من قبل على 180 درجه. كنشعل عليها من التحت حتى كتحمر من الجوانب وكنشعل عليها من الفوق وكنخليوها تحمر مزيان. بالنسبه للكنافه كتبغي النار تكون متوسطه باش كتجينا مقرمشه من برا ومن الداخل. وهذه هي الكنافه ديالنا من بعد ما طابت وتحمرات خدات هذا اللون الذهبي الجميل. من بعد غادي ندوز نسقيها بالعسل. انا كنفضل العسل على السيرو. اللي بغى يستعمل السيرو فكديروا 2 كيسان ديال السكر مع كاس ديال الماء، طرونش ديال الحامض كنديروهم فوق النار كنخليهم يغليو مزيان. من بعد كنسقيو به الكنافه ديالنا. الا كانت الكنافه سخونه فكنسقيو بالسيرو يكون بارد، والا كان العكس فكنستعملوا السيرو وهو سخون. من بعد غادي ندوز نزين الكنافه ديالي. انا هنا زينتها باللوز افيلي محمر وشويه ديال الورد البلدي. يمكن لكم تزينوا باي حاجه متوفره عندكم باي نوع مكسرات. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو لاشين مع صحابكم وحبابكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.